تخيلوا بكوباية دقيق واحدة بس عملت 12 قطعة جاتو شكلهم فاخر وكأنك جايباهم من أفخم باتيسري. والأحلى من كده إن الطعم بيدوب في الفم وصوص الشوكولاتة ولا أروع. وصفة اقتصادية جدا وسريعة ومكوناتها كلها في البيت، ومع شوية أفكار بسيطة هتخلي ضيوفك يسألوكي انت جايباها منين. يعني لو عندك عزومة أو حتى عايزة حاجة حلوة لأولادك هتوفر معاكي وفي نفس الوقت شكلها وطعمها تحفة. يلا بينا نبدأ ونشوف السر. أهلا بيكم يا أحلى ناس حبايب قلب ملوكة. أنا ملك وده فيديو جديد من قلب مطبخي، ولو دي أول مرة تشوفوني يلا اشتركوا في القناة وفعلوا كرس وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم عشان بجد دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل وانزل وصفات أكتر وأكتر. في بولة هنحط كوباية دقيق، وده مهم ننخلها عشان الكيك يطلع معانا هاش وخفيف. التكتلات الصغيرة اللي في الدقيق ممكن تخلي الكيك مكتوم. وهنضيف معلقتين كبار كاكاو خام، وكل ما كان نوع الكاكاو كويس كل ما طعم الكيك هيبقى أعمق وأغنى. وكمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، وده اللي هيساعد الكيك ينفش ويطلع طري. في طبق تاني هنكسر بيضتين ومعاهم رشة فانيليا عشان تدي ريحة حلوة وتغطي على أي ريحة بيض. ونحط معلقة خل صغيرة، والخل هنا مش هيبان في الطعم لكنه بيساعد الكيك يبقى طري ويفرق جدا في النتيجة. هندربهم كويس جدا، ولو ما عندكيش هاند بلندر ممكن في الخلاط العادي. الضرب الكويس بيخلي الكيك يهوى ويتضاعف حجمه. بعد كده هنضيف كوب إلا ربع سكر، وبصراحة السكر ممكن تقلليه أو تزوديه حسب ذوقك، بس أنا شايفة الكمية دي مظبوطة. وكمان نص كوباية زيت، والزيت بيخلي الكيك طري وناعم أكتر من الزبدة خصوصا لو الوصفة اقتصادية. ونص كوباية لبن عشان يدينا قوام كريمي. لما نخلط كله هننزل بخليط الدقيق اللي جهزناه ونقلب بهدوء من تحت لفوق عشان الهواء اللي دخلناه ما يخرجش، وندخلها فرن سخن مسبقا على درجة 180 لمدة حوالي 40-45 دقيقة. الفرن لازم يكون سخن من قبل ما ندخل الكيك عشان تبدأ تختمر فورا وتطلع مرتفعة، وبعد ما تخرج نسيبها تهدى شوية قبل ما نزينها لأن لو حطينا الكريمة وهي سخنة هتسيح. هندرب كيس كريم جانتيه مع اللبن البارد أو المية المثلجة لحد ما يمسك ويبقى قوامه ثابت، وده اللي هيدينا الشكل الحلو اللي على الوش. ودلوقتي بقى هنعمل أحلى صوص شوكولاتة، لا محتاج نار ولا وقت، كله في الخلاط. هنحط كوباية سكر ونص كوباية لبن بودرة ومعلقة صغيرة فانيليا وكوباية لبن وكوباية كاكاو خام، ونضربهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب وما يبقاش فيه تكتلات. وأهم خطوة سرسوب زيت والخلاط شغال. الزيت هنا بيخلي صوص لامع وكريمي. اختاري زيت ملوش ريحة عشان ما يغيرش الطعم، ولو حابة تضيفي ربع كوباية قشطة هتدي طعم أغنى وأحلى، لكن اختيارية. هنحط الكريم شانتيه الأول وبعدين نسكب الصوص فوقه أو نزين بالشوكولاتة على شكل خطوط زي ما تحبي. وكده عملنا مع بعض جاتور اقتصادي طعمه رهيب وصوص شوكولاتة غني كله بمكونات بسيطة. جربوه وقولولي في التعليقات طلع معاكم عامل ازاي، وبالهنا والشفا.